معانا اول حاجه يا جماعه وهو الشرطه المدرسيه. طبعا كلنا عارفين المدارس بدات الاسبوع اللي فات او الاسبوع اللي فات اللي هو من كام يوم يعني، والشرطه المدرسيه حرفيا سايقين فيها يعني. بص مركب 3 نجوم ولا 3 شرط، امين شرطه مش شرطه مدرسيه. فعشان كده هنخش نشوف شويه فيديوهات ليهم ندي راينا فيها. عشان ايه؟ عشان شفت واحد من دول مسك واحد صاحبي برضه بيرياكت غسله في الكومنتات ايه في البرايفت، انت ازاي تتكلم مع حكم دار مش عارف ايه. حكم دار ايه يا اسطى؟ واحد اللي انت شرطه مدرسيه. فبسم الله الرحمن الرحيم نخش نشوف الشرطه المدرسيه. انا جاي معانا ان هي عسكريه بس هي مدرسيه. طيب فبسم الله الرحمن الرحيم. اول كليب معانا بيقول لك اول ما تشوفهم في مكان هتعرف عن ايه انضباط. تحيا مصر انا عايز اشغل يا بلادي، انا حرفيا عايز اشغلها اي قبل ما اسمع اي فيديو ليهم. طيب ماشي، ايه ده بقى؟ انا هحاول هحاول ما بس راح يتخانق، مش رايح ينضبط. لا اسمع يعني ايه يا جدعان الفعل من ينضبط اللي هو يخلي انضباط اللي هو ينضبطهم اللي هو رايح يعمل الفعل ده وما عملهوش، هو رايح يتخانق. واصلا بص في واحد اصلا منهم اصلا قاعد معاهم اصلا. انا عايز اشوف بقى هيروح يعمل معاهم ايه هناك بقى. ايه بقى؟ ايوه هيعمل ايه طيب؟ هو راح ما عملش حاجه، هو بس راح عشان ياخد اللقطه. بس على فكره 90% منهم بيعملوها عشان اللقطه. انا كنت في مدرسه عسكريه تمام، اللي هو اخر سنتين في ثانويه عامه تمام. والله العظيم هو اول اسبوع بيبقوا كده وبعد كده بيبقوا بيشدوا سجاير اصلا. فاهمني؟ تعال نقرا الكومنتات. اراها الكومنتات يا جدعان كلها هتبقى حاجه في دماغي انا عارفها. استنى، الجبنه الرومي مفيمه. معلش يا جماعه استحملوه، ده هينزل الفسحه مش عارف هيطلع ولا لا. ايوه هو ده الكومنت اللي انا مستنيه، اللي هو دول الجدعان بينزلوا مش عارفين هيطلعوا باللانش بوكس ولا لا. بيقول لك لا يجوز طالب يشرف على طلبه سوالد الكراهيه بينهم، خطأ كبير فعلا يا جماعه بجد. احنا يعني انا قبل ما كنت في الشرطه العسكريه الشرطه المدرسيه قبل ما كنت فيها كنت يا جدعان كنت بكرههم جدا عشان كانوا بيعملوا عليا القوانين. دلوقتي لما انا بقيت منهم يا جماعه اقسم بالله بقيت بص كيف كده مزاجان. ماشي اللي بعده. ايه ده؟ فريم واقف في مكان مش احسن حاجه يعني. بحاول اصفي ان هي مش عارف بيقول لك ما بيعرفش يلعب ضغط، موقف محرج لاحد الطلبه في اختبار الشرطه العسكريه مدرسه السعيديه. فين مدرسه السعيديه دي بقى؟ السعيديه دي فين دي بقى؟ مكانها فين؟ في الجيزه. بيقول لك ميليتري سكول. ما هي مدرسه عسكريه. ايه رايك يا شباب نعمل فلوج في مدرسه السعيديه؟ بس هيقبضوا عليا اول ما اخش بتهمه نشر الدهون. اوف يا جدعان دي شكلها مدرسه كبيره وباركور وبتاع. ماشي ما علينا، عرفنا مكانها كويس انها بعيده عني، انا في اسكندريه. ماشي يا جدعان والله ايه اللي هم بيعملوه ده؟ معلش ايه ده؟ بص هو بيعمل ايه تحت؟ هو ايه اللي جابه ده؟ استنى بص كلارنس، عارفين كلارنس؟ لا مش كلارنس، الفنان اللي هو اتوفى ده اسمه ايه؟ طلعت زكريا. والله العظيم طلعت زكريا اقسم بالله هو. بص ده في المدرسه السعيديه برضه. لسه 10 كمان 10 كمان 2 3 عاش 5 6 عاش يا اسطى عاش. انا مش فاهم ايه ده. ده شبهي انا؟ لا مش شبهي. مع الناس في الكومنتات بتقول هو لا ده شبهي، انا مش شبهي. انا مش كده، انا والله بخس والله. الباي عندي بص الباي عندي ما بقتش بتخش في التيشيرت من كتر ما اتمرن والله. ماشي نخش السعديه تاني. يا نهار ابيض الكاب وقع منه وكمل زي ما هو. مش هتصدق اللي حصل في العرض العسكري. على الانضباط. على الانضباط. يا نهار ابيض على الانضباط بجد بجد بجد. انضباط 1000 بجد. احنا البلد دي في امان خلاص. انا ما بقتش عارفين يا جماعه اصلا بص المسدسات بتاعتهم انا عندي اصلا والله العظيم مسدسات جايبينها من بتاع اللي جنب المكتبه اللي جنب المدرسه. حاجه في منتهى الجمال يعني. المشكله لو واحد من دول شافني اصلا في الشارع هيدبني علقه. واستنوا ايه اللي بيحصل ورا ده؟ استنوا لا معلش ايه اللي بيحصل ورا؟ وليه في حد انا فقدت الشغف، فقدت الاحساس طب تعالوا نكمل بصوا يا جماعه اصلا اللي عامل كده لابس كاب عشان هو عامل مولد تحت الكاب اصلا. اراهن هو لو شال الكاب المولد هتطلع باينه. انا بقول لك اهو. الله اكبر. استنوا معلش عشان اللي حصل ده المفروض هنا بص بيضرب اللي هو ايه. انا عشان فاكرها دي المفروض ايه بيعمل كده. المفروض تقريبا بيضرب فاهمني وتقوم عامل كده وتقوم موقع تقريبا وتحت تقوم عامل كده. هو بيعمل لك ايه؟
يا جدعان والله على ايامنا العسكريه كانت عسكريه بجد، كانوا بيمسكوا كانوا بيبهدلونا، كانوا بيبهدلونا قوي بجد. ايه ده؟ بصوا هنا بيعمل لك ايه؟ مش كانتش كده، ما كانتش كده والله، كنا بنعملها اقوى من كده زمان. هو من بعد ما الكورونا جت وهي الدنيا بقت بايظه كده. بس والله عاش يعني، اللي هو بيبقى فيه انضباط شويه بس يعني ماشي ماشي، احسن برضو من الايه، من العيال اللي بتشد وبتاع، احسن ماشي، مش بطال. طيب بيقول لك صعق الامام عرض عسكري للمدرسه السعيديه. هي ايه السعيديه طالعه ترند ولا ايه؟ بيبعتوا كل الصحف هناك ولا ايه ده؟ اوكي ماشي مش بطال. بس في حاجه يا جماعه كانوا بيعملوها لنا ان احنا ممنوع، يعني ايه ممنوع نجيب بنطلونات تانية يبقى كلها نفس الشكل بالظبط. دي حاجه كانوا بيعملوها لنا زمان يعني. يا فندم الطالب احمد كمال حاكم دار كتابي مدرسه السعديه للثانويه العسكريه بنين استاذن في بند الارض. لا حلو الحته دي، حلو لا كنا بنعملها. لا عايش كنا بنعمل احنا الحركه دي برضه. والعميد اللي كان ماسك المدرسه كان راجل محترم جدا بجد، كان راجل من اكتر الناس المحترمه اللي شفتهم بجد. تحيه لسياده العميد، مش هينفع اقول اسمك بس بجد انت لو بتتفرج على الفيديو ده او ابنك بيتفرج على الفيديو حابب اقول لك تحيه بجد، انت كنت راجل محترم ما كانش بيعذبنا في الشمس والله. ماشي اللي بعده ايه؟ الشرطه العسكريه دي برضه ما تقلعوش يا عم. ماشي انا مش هاخده منك. لا تاخده ده ادهات. اقل مشهد لشرطه فاسده في السينما المصريه، فاهم؟ بص قال لك مش هاخده منه، لا قال له لا خده، لا يتاخد. احنا اولى بيه. وبعدين ثانيه هو بيفتش الطالب ليه في الحاجه بتاعته، في الخد بتاعه؟ معلش ماشي انا مش هاخده منك. ايه ده؟ يعني واحد بيقول له لا ما تاخدوش منه، واحد بيقول له لا هناخده. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. ادهات دي ايه هو ممنوع الدخول الدخول بالخواتم، حساسات، سلاسل، كابات، كل الكلام ده ممنوع الدخول بيه. طب ما انت لابس كاب يا اسطى، ما انت لابس كاب. ما ينفعش ايه دخول. لا ما ينفعش. في تعليمات بتنزل صفحه المدرسه بالكلام ده صح؟ ايوه تعليمات جايه من العميد. هي فعلا، هي بصوا يا جماعه، هي كان في تعليمات فعلا بتيجي، بس احنا لما كنا بنعمل كده كنا بنقول له ايه، شيلوا ما تلبسوش في المدرسه. ليه؟ عشان انت ما ينفعش تاخد حاجه حد، يعني انت ما ينفعش تاخد حاجه حد غير لو هو كررها كذا مره يعني. لكن ده اول يوم في المدرسه يعني ليه تعمل كده؟ ليه تكره العيال في المدرسه؟ والعيال بقول لكم يا جدعان ده هيبقى فيه حقد كبير قوي ما بين الطلبه العاديين وكده، فاهمني؟ لا النظام مع نفسك بس حوار يا جدعان ان هو ايه، ان هو بص يا جدعان، ده اصلا واقف بيغلس عليه. ده بص ده مش واقف بياخد منه باحترام او حاجه. بص ده نظره اللي هو ايه، انا جاي ابيض عليك. ما ينفعش تعمل كده اصلا، ما ينفعش يعني. انت على الاقل بص، احنا مش هتكلم كمدرسه او حاجه كشرطه او حاجه، بس انت اصلا لازم، ولا هتكلم ليه اصلا بدل ما يجي يضربني انا مالي يعني. خش على اللي بعد، هاتهولي على اللانش بوكس. خش يا بابا جوه. ايوه هو بيتكلم كده ليه اصلا يا جدعان؟ دي مش طريقه كلام. انتوا قد سن بعض، انتوا الاثنين مفيش فرق ما بينكم. الفرق الوحيد ان انت قدمت انك تخش الشرطه المدرسيه واتقبلت. انت بتكلمه كده ليه؟ اطلع اجيبك وهزاك. هو ايه اللي اطلع ايه يا جدعان؟ ده هو ده بجد كده؟ هو ايه اللي اجيبك وهزقك كده؟ بص انا بص على الكاميرا، ده نظريتي، عارفين انتوا ايه؟ محمد رمضان فاهمني؟ وقام طالع يجري وراه. ايه يا جدعان العبط ده بجد؟ يعني انا لو مكان الطالب التاني انا مش هعمل حاجه، انا هروح لسياده العميد. هو هناك يا جدعان العميد او مدير المدرسه بيبقوا ناس محترمه جدا 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 يعني. هروح اقول له ده بيتكلم معايا كذا كذا كذا، هيمسكه هيغسل الواد ده، هيغسله. لكن دول يا جدعان ايه، طالما ما عليهمش رقابه بيبهدلوا الدنيا. ايه يا جدعان ده؟ ازاي؟ بصوا بيتكلم ازاي. ده طالب، في طالب يتكلم كده. بص اطلع اجيبك وهزاك. دي طريقه كلام طالب؟ ايه ده؟ وايه يعني ايه هزقك؟ طب تعالوا نشوف، انا عايز اشوف بعديها ايه بقى، ايه اللي حصل بقى بعديها. ايوه راح يعمل ايه بقى؟ الكلب ده. الكلب ده ايه بس؟ لا يا جماعه غلط خالص، غلط خالص بجد. هو ده نفس الواد اللي هو كان بيسحب منه البتاع برضه؟ صحيح اخد منه السلسله كمان. ده هيطلع لهم بلوكش فلوس قد كده بعد اليوم. بصوا بيغمز، بيقول له اطلع لي ب 50 جنيه وانا هعديك. بص يا ابني ما تمسكوش كده يا حبيبي، يا بابا ما تمسكوش كده. انت مش احسن منه في حاجه، انت لابس اصلا كوتشي مخالف اصلا، ما كانش ينفع نيجي بكوتاشي عامله كده.
بيقول له ممنوع الشنطه دي. هيحط اكله فين؟ هيحط حاجته فين؟ لا 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 لا, لا. كفايه كده المدرسه. ايه تعالوا نخش. ايه ده؟ يقول لك ازاي جايب شعرك كده تفتيش مفاجئ داخل مدرسه السعديه من الشرطه المدرسيه. طيب شعرك ده الاول. لا مفيش بالمنظر ده تاني. ماشي. انا بحكي ان انت جاي راجل هنا. طيب تمام اتفضل. شوفها بقى. والله محترم. ده بقى محترم بجد. ليه بقى؟ ليه؟ شفت اتكلم معاه ازاي؟ الراجل بيتكلم باحترام. بيقول لك ما تجيش بالمنظر ده تاني. فاهمني؟ انا محترم انك جاي راجل. ده بجد يا اسطى. ده يعني ده عاش عليه بجد. بجد ده عاش عليه. لكن التانيين دول هم جايين يعملوا عن الناس. لا ما ينفعش كده. ما ينفعش. ما علينا. نخش. اوه لا تعليق يا جماعه. لا تعليق. فيديو متداول من مدرسه الحلميه اول يوم دراسه. استنى ما تقولش اللي حصل اللي في بالي. ما تقولش حصل اللي في بالي. استنى. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده اول يوم في الدراسه وبشركم بسنه سود. بس على يا جدعان مين؟ العيال بتهرب. على اللي فاكر الدراسه لعبه، على اللي جاي. الو يا جدعان اهو ده اخر التشدد. بص هم عاملين التشدد على العيال وبتاعهم بيهربوا من الناحيه الثانيه. مشوها كده حلاوه بس. عايش. خش اللي بعده. بيقول لك ايه؟ تسجيل الغياب الالكترونيا بمدرسه في المنوفيه. يا جماعه هو ليه يا جدعان بحس ان اسم اللي هي محافظه المنوفيه الاسم بتاعها بيضحك يعني. تحيه لحد المنوفيه بس يا جدعان يعني. هقول لكم منوفيه يعني ايه. بصوا في عيني كده. هقول لكم منوفيه 5 مرات حدك ما تضحكش. تمام. انا مش عارف اقولها. استنى ثواني. منوفيه. انا والله العظيم. طب تعالى نشوف ايه اللي بيحصل في المنوفيه. ده بيعملوا سكان للطلبه. ده بجد الحوار ده يا جماعه. على فكره الحوار ده لو اتعمل بجد جامد قوي. بجد هيبقى جامد. بس في مشاكل فيه يعني. ممكن تعملوه بالوش. فاهمني؟ ممكن تعملوه بالصباع. لكن بحوار الكارنيه. افرض الكارنيه ضاع مش هتدخلوني المدرسه. والله لسه متخانق مع الجامعه يا جماعه. ليه ما كانوش عايزين يدخلوني؟ انا اول يوم في الجامعه ونسيت الكارنيه. يا عم اكيد انا مش صاحي الساعه 9 الصبح داخل الجامعه ومعايا صوره للكارنيه على الموبايل. قالوا لي لا لازم الكارنيه ذات نفسه. اكيد انا مش صاحي الصبح عشان اجي الجامعه اخش انشر الفساد فيها يعني. ماشي. يلا خش على الميمز يا جماعه. ماشي. من اول دلوقتي انا هعمل معاكم تشالنج. وهو ان كل مره ابتسم فيها ب 100 جنيه لواحد منكم فودافون كاش من الانستجرام. اوكي. وصايم مساج ترزع زر اللايك. عايزين نوصل فيه النهارده 10000 لايك. اوكي. تعالوا نشوف. بيقول لك القرصه دي فين يا عمرو يا بيلا؟ قرصه في القطنيه. ماشي. عرفنا ان هي في القطنيه. يخرب بيت طب حذروا. حذروا يا لهوي. حذروا قبل ما حذروا. طيب حذروا. 100 جنيه يا عمي. يا نهار ابيض. انا اسف يا جماعه اللي قاعد جنب اهله بقى معالي الصوت. انا اسف والله. ما اعرفش المينز عامله كده. اتقرصت. وحيد ابوك شنو وجعني والله يا عمو شنو وحيد. هي ايه دي؟ انا جامده قوي شنو والنبي وحيد ابوك شنو. قرصه في القطنيه. خلاص مش محتاجين نسمعها تاني. لا حلو. طب انتوا بعتني الفيديو ده منتظرين مني رد فعل ايه؟ بجد انتوا منتظرين مني رد فعل ايه على الفيديو ده؟ عارفين انتوا الشرطه كانت موجوده من شويه في مدرسه السعديه. تعالوا نشوف. 200 جنيه انا ما ينفعش اخد اقل من 700. طب استني انا بهزر معاكي. الرجوله مش بالفلوس ولا بدعك الفانوس. خلي الفلوس معاكي. سلام. طب فرح. هضحك مش قادر اللي بعده. ما تقولش بقى ده انترفيوز بقى من حاجات الشارع بقى. بالله عليك مش قادر. يا الله. تقبل تتجوز واحده عندها بادز بلاش في البيت؟ ايه يا اسطى اللي انت بتقوله ده؟ إيه يا بلاش اسطى؟ ايه يا اسطى؟
بادي سبلاش يا اسطى عادي يعني. سبلاش ايه اسمها؟ بادي سبلاش. هتقولي انت عرفتها منين؟ معلش يا جماعه ثواني معلش، انا واحد بقيت يا جماعه عندي سكين كير روتين والله العظيم، بقيت بستخدم هير كير روتين لشعري، وجنبي بيرفيوم يعني بصوا جنبي بيرفيوم، وجنبي اقول لكم التقيله بقى جنبي مزيل عرق يا جماعه. لا انا بقيت انا اتغيرت عن زمان. انا قلت لتيمور يا جماعه ما كنتش زمان بستحمى غير 3 مرات في الاسبوع، مرتين في النهارده بستحمى كل يوم، وساعات في اليوم مرتين يا جماعه. فاتوره المايه زادت عندي. بس بادي سبلاش يا جماعه حاجه بترش على الجسم عشان تخلي ريحه الجسم حلوه يعني. تمام؟ قال لك بادي سبلاش. تقبل تتجوز واحده عندها بادي سبلاش في البيت؟ ايه يا اسطى اللي انت بتقوله ده؟ بس هو فاكر ان هي عندها مثلا عندها عقم مثلا، عندها دراع ناقص حاجه. بلاش ايه يا اسطى؟ بادي سبلاش يا اسطى عادي يعني. لا يا اخويا، بطس بلاش ده بتاع الناس العاليه يا عم. انا من بابا يا عم. احلى مثال انا بقول لك تقبل تتجوز واحده عندها بادي سبلاش في البيت سهله يعني عاديه. لا يا اخويا ما تقعدش على بطس بلاش. لا يا اخويا ما تقعدش على بطس بلاش. مين؟ ما تقعدش على بطس بلاش. ما تقعدش على البادي سبلاش؟ تقعد عليه فين؟ يابا انا راجل من بابا يابا، والبطس بلاش ده بتاع الناس العاليه. طب هو ايه البادي سبلاش؟ مش ده فندق؟ هو سماحها بيلاج. فندق ايه؟ فندق البطس بلاش. فندق البادي سبلاش؟ طب انت لو عندها بادي سبلاش في البيت عادي؟ لا مش عادي، بتاع الناس العاليه دي. انا راجل من بابا يابا ما برضاش بالكلام. انت لابس اهو بالانسجه يا بامبي والدنيا حلوه. جدعان بفكر انزل اعمل انترفيوز في الشارع والله العظيم. بقول لكم تعالوا، بقول لكم طالما الميمز مش احسن حاجه النهارده، انا هعمل رياكت على فيديوهاتي. ايه رايكم بجد؟ تعالوا كده يا باشا، هات كده يا باشا. ايوه تعالوا نعمل رياكت على فيديوهاتي. تمام؟ يا جماعه في موهبه كنتش قايل لكم عليها، هو ان انا بعرف العب هرمونيكا. ايه الهرمونيكا دي؟ اللي هي الاداه دي اللي هي ايه، بتقوم نافخ فيها ومطلعها على حسب درجات الصوت. فنزلت فيديو الناس فاكره الصوت متركب، ولكن بجد يا جماعه الصوت ده مش متركب، الصوت ده حقيقه، دي موهبه خفيه ليا. تعالوا نشوف مع بعض. اسمعوا ولازم تاخد نفس عميق الاول وتشوف النوتة اللي هنبدأ عنها. تمام؟ انا اتحركت لي. هو انا ده بجد انا نزلته، وبجد انا نزلته وفيه 250 كومنت و5000 لايك. انا ده نزلته بجد. طب انا محتاج بقى اشيله بقى. ازاي بمسحه؟ والله اعمل له ديليت والله. ماشي اللي بعده. في ايه؟ بص الواد بص. الواد ماسك العصير. بص عصير جهينة ميكس ده، انا عارف انا على طول بشربه ده. بيقول لك ربنا يحرر فلسطين والراجل الغلبان ده. والله ثانيه معلش، هو مكمل الاخر. ايه ده؟ يا نهار ابيض. بص الراجل اصلا عايز يعمل كده فاهمني، يعمل الحقوني. لا اله الا الله. بص يقول لك ممكن نوع المهدئ يا اخويا في ميزان حسناتك ان شاء الله. والله فعلا. بص ده نظره. هو الشارب اصلا قاعد بص. الكوفي ميكس اصلا مش عارف الجوينا ميكس ده. لا اله الا الله. ماشي نخش على اللي بعد. الراجل العجوز في اعلان كريم هشاشه العظام على قناه حبيشه. عارف الكريم ده كريم من دهن النعام الخام والنادر، ومجموعه من الزيوت الطبيه الطبيعيه اللي مش بس بتسكن الألم مهما كانت شدته، لكن كمان بتشيل الالتهاب الموجود حول العظام. يا جماعه لا عارفين معظم الاعلانات اللي على قناه حبيشه دي بتبقى ايه؟ بتبقى اعلانات اسمها ايه يا ربي؟ ايفون 20 برو ماكس النهارده وفرناه لك ب 544 جنيه زائد مصاريف الشحن. والله العظيم نفس الصوت. صدقوا نفس الصوت. انا اول مره اسمع صوتي كده. صح والله بتبقى كده. بيكون اسمه سم النحل. والله العظيم فعلا. والاعلان بيكون اطول. هو يجيبوا ايه؟ بتبقى قناه المصارعه مثلا الماتش ربع ساعه، يعملوا يقسموه 4 مرات كل ماتش فاهمني. 5 دقايق ويقوموا عاملين ايه؟ حاطين اعلان نص ساعه في النص حلب فاهمني، ويقول علينا احنا بنحلب. ما علينا تعالوا نشوف. هو ده مزيل دهون ده ولا ده برسيل ده ولا بريل؟ اسمه ايه ده يا جدعان؟ ده ايه ده؟ حطاه جراب. والله يا جدعان الرجاله كريتيف اقسم بالله. والله العظيم الرجاله كريتيف قوي بجد. ما في حد يفتح. يا نهار ابيض. لا الرجاله بجد كريتيف. ايه ده؟ اختلاف الثقافات. طيب ايش شوف تعال. يا جماعه بالله عليك. ليتس جو. مبدئيا ابو فله مش اماراتي، ابو فله كويتي يعني. دي اول حاجه. ولا دي اصلا علم الكويت؟ استنى. لا يا عم مش علم الكويت يا عم، ده علم الامارات يا عم. ايوه يا عم ده علم الامارات. هو مش اماراتي اولا ولا كويتي، هو اصلا صومالي يعني اللي انت ما تعرفهاش يعني. بيبي ليتس جو. والله يا جماعه سعودي ماشي. ليش اقول لكم ما ادري بس انه الحمد لله. اشوف المصري بقى. Let's go, we're so close. ماشي امريكي. Oh my gosh. كان المصري بقى. شكرا ألف مشتري. شكرا ألف مشتري. والله جامده والله. اقسم بالله جامده والله العظيم. ما حد يقدر ايه فتحه البق دي؟ والله ما حد يقدر يعملها. ما حدش يقدر يعملها بجد. جامد. ده انا هشغلها في فرحي دي. نقول لما تتريق على وشه ما يقدرش يقول ان دي خلقه ربنا. زنقته. بص
الملحد لما يجي ياكل ما يعرفش يقول بسم الله. ماشي اللي بعد. الدكتور النفسي اول ما اتكلمت معاه 5 دقايق، يا نهار ابيض. الدكتور النفسي جه كلمني بجد، يعني هيحتاج هو جلسه نفسيه اصلا. ايه يا عم الوجع القلب ده يا عم؟ ايه يا عم بطلناها يا عم الشغلانه دي خالص يا عم، بطلناها يا عم. شوفوا حد غيري. لا يا عم، لا 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 لا، انا بطلت الشغلانه دي يا عم، بطلناها يا عم. يا جماعه عايز اقول لكم حاجه بجد وانتوا حسوا بمعاناتي. بصوا انا الجامعه بدات، الجامعه عندي يا جماعه من السبت للخميس، تمام؟ السبت من الساعه 8:30 للساعه 1:30، ايزي مش مشكله عادي بحضرتك. من الحد للخميس من الساعه 8:30 للساعه 4:30. انتوا متخيلين؟ 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30، 9 ساعات قاعد في الجامعه. المفروض ارجع اسجل فيديوهات واروح الجيم ساعتين واكل واقعد مع اهلي واعمل حمام. دي لوحدها اصلا، دي لوحدها بتاخد لها 4 ساعات اصلا، وانام 8 ساعات في الاخر. ده ازاي ده؟ ماشي. الاسطى ناصر. ماشي. بيقول لك اليابان فيرسز الاسطى ناصر. ياي الاسطى ناصر ازاي بقى؟ انا عايز اشوف الاسطى ناصر. الاسطى ناصر ده يا جدعان اقسم بالله جامد قوي بجد، من اكتر الناس اللي دمها خفيف على السوشيال ميديا بجد. احب اوجه رساله لشعب غزه. ان شاء الله ربنا يعينكم، وان شاء الله الحرب تنتهي يا رب. ان شاء الله غزه ده في الميمز ليه؟ ده في ايه؟ جميله قوي يا رب. الراجل متاثر هيعيط يا جماعه. والاطفال يعيشوا في امان. خلاص وحد الله كده عادي عادي عادي. خير خير خير. أبكيت لا يا استاذ. هو مين ده يا جماعه؟ ده الواد ده طالع ترند مؤخرا، ما اعرفش مين ده، بس هو ما قالش كلام وحش يعني، بس تقريبا هو فيك يعني، هو بيفيك تقريبا. ما علينا. اللي بعده. رب صينية بطل. What the hell am I doing here? In this miserable place. يا نهار يا جدعان السوشيال ميديا احسن الناس والله. For what exactly? يا نهار ابيض يا جدعان والله السوشيال ميديا لحست دماغي يعني. الست دي ست مريضه يا عم. قعدها يا عم دهن لها كريم اللي هو كيناكومب ده اللي بتاع المفاصل ده، قعدها هتلاقي انت تطلعها تشحت معاك على النت ولا تشحتي معاك. ايه ده يا جدعان ده؟ So driven. They do it entirely for their own sake. It's their dream. الست بتعيط وبتاع. ايه يا جدعان؟ هو الميمز النهارده بجد دي ميمز مش بتضحك، دي ميمز اوه ماي جاد، اوه ماي جاد. المشكله اللي انا شايف برضه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعه. مفيش حاجه بتضحك يا جماعه، مفيش حاجه بتضحك، مفيش حاجه بتضحك. تعالوا نشوف الفيديو يا جماعه. لوكن يا جماعه، لوكن. حاجات او ناس قلتوا ان انا شبههم، معرفش ازاي بس هوريكم. أمورة أوي يعني، أمورة أوي على إن أنا أبقى شبهها يعني، بس هوريكم حد تاني. وطبعا طاهرة أبو ليلى. أنا بحبه الراجل ده، بحبه أوي، مع إني وأنا صغيرة ما كنتش بحبه، لما كبرت بقيت بحبه أوي. وطبعا حواوشي قلتوا برضه إن أنا شبهه. هو اللي أنا هوريهولكوا ده حقيقي وأنتوا قلتوا ماشي؟ لا اصل يا جماعه المشكله اللي منزل اكونت هي اللي منزل فيديو هي بجد. قلتوا ان انا شبهها برضه، حتى بصوا من جنب. ايه في الفيديو عيب يا اسطى بجد اللي بعت الفيديو ده بجد انت هتخش نار جهنم، عشان انت عارف ان هو. خش على اللي بعده. بيقول لك وصفه دقيقه. وحده زوجها بايع ذهبها بس صابره عشان العيال. طيب قلنا خلاطين ما شاء الله. والله ايده فعلا عامله كده يا جماعه. ايد امهات تعمل فطاير لذيذه، تعجن فطاير. ماشي. اخر 4 عمليات معانا يا جماعه. المينز النهارده غريبه قوي بجد، انا مش فاهمها بس ماشي. لا ما تخشش. لا مش بتاعتي. افهمك. مش بتاعتي. لبست فيك خلاص. لو سمحت استنى طيب. لبست فيك. اديني فرصه اشرح لك حتى. طب بقول لك حاجه، اديني فرصه واحده. هو بيجري منه ليه؟ في ايه؟ الو. عايزك تسمعني بخصوص ليه تحت السرير؟ لا عارف انك مش هتصدقني، بس انا زيك في الموضوع ده. انا تعبت معاك، انا مش عارف اعمل ايه. انا داخل قبل. ماشي. الميل قبل الاخير معانا بيقول لك انواع المراقبين.
ده لابس احمر انت. ما تقعديش كده. افصلوا عن بعض كده. لا كده حقيقي اهو. هتحصل فعلا. كلامي واضح، انت فاهمني على كده. تمام. انت يا كابتن انت ما تقف في بقه احسن. شايف حاجه غريبه واقف في بقه. والله حصل بجد. ايه ده؟ ده انا سمعتها. انا سمعت الاجابه. يلا يا اخويا طيب يلا. يا نهار ابيض، ده بيبقى عقر ده. بعد اذنك يا انسه منى، اي حد يفكر يبص جنبه محضر غش على طول. هو والله بيبقى فاهم. بس ويتثبت بره المدرسه. اللجنه اللي جنبيكوا حصل فيها محضر غش، دلوقتي اتعرض على النيابه. بس عشان محدش يقول لي احنا بقى بنسوي. ده بجد؟ بس انا محضر غش. يا استاذ بعد اذنك اللي ورا ده عمال يتكلم. لو سمحتي يا ابله بص قدامك. الو. جيبوا لنا الكلام ده بجد؟ وخلاص. ده بجد؟ انا ما بحبش حد يقول لي نص كلمه. بعد اذنكم بقى اللي هتشوفه بيتنفس بس. هسحب ورقته وعيدك. الو. بجد؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ انت ما اعرفش. لا دي ما اعرفش بقى. اخر واحده دي ما اعرفش. ما كنتش باخد بوسه. انا ما كنتش باخد بوسه. ما اعرفش بقى في مدرسه البنات ده اللي كان بيحصل. لا بس انا ما كانش بيحصل عندي كده. انا كانوا بيخشوا بمطوه عندي الامتحان. يقول لك لما تحلق ويبقى شكلك خرا وتفقد الامل في الحياه، بس تاخد دش وتستوعب ان الحلاق عمل لك تحفه فنيه في دماغك. رباه. اوف دايم. وفي المكان بالظبط. طب يا جدعان لو كانوا عندهم طبله، طب كانوا هيعملوا ايه على الاثنين كده ولا ايه؟ طب اخر فيديو معانا يا جماعه. اخر فيديو ده تمثيل سيء تقريبا. يا رب بسم الله. كم معلقه سكر يا اسطى؟ اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ. غطي. نزلي تاني. لا اله الا الله. نزلي تاني. كم معلقه سكر يا اسطى؟ 3 معالق سكر يا حاج. احلى 3 معالق سكر يا اسطى. نظرات الموت. فاهمني ايه ده؟ احلى كوبايه شاي يا اسطى. حبيبي يا حاج. هو اللي بيلف في النص ده. يا حبيبي معلش ممكن تجيب لي شريط البرشام ده؟ برشام؟ لا بعد برشام دي مع السلامه يا جماعه. شوفوا الاخر. لا انا خايف والله خايف. شوفوا للاخر. عايزه رقم. عايزه رقمي؟ لا هنشوف في الاخر. بيقول لك تقريبا الفيديو اتمسح. بيقول لي هاف ترابل بلينج ذيس فيديو. تقريبا الفيديو اتمسح تقريبا. طب كويس ان هو اتمسح. بس كشباب ده كان في النهارده مش هقول لك مش هيحصل على النبي واحد الله وبس. يوتيوب بيقول لك الفيديو ده جامد جدا. روح اتفرج عليه عشان هرجع.